أن تلعب في برشلونة وتلعب في الليل. Sí, aparte yo juego en el Barcelona, pero نعم أنا لعبت في برشلونة ولكن لم أكن حاسما كما كان ميسي. علينا أن نقيم ذلك ليس من ناحية السنوات ولكن عن مسيرة اللاعب. كل الأمور تصعب يوما بعد يوم. المدربين وكل اللاعبين وميسي في كل هذه السنوات السابقة 8 سنوات أعطى الكثير للبرشلونة وأيضا لكرة القدم العالمية من ناحية السلوك ومن ناحية أيضا لم تبدر منه أي شيء من ناحية غير الرياضية. أعتقد أنه في هذه اللحظات إنه الرمز للبرشلونة، ومن هنا علينا أنه سجل هذه الأهداف في أرض الكامب نو للاحتفال مع أسرته البرشلونية التي كانت تنتظر كثيرا. أنهم كانوا ينتظرون يوم البرنابيو ولكنه لم يحدث. كان في أنه كان في بيته. طبعا الاحتفالية كانت في ملعب الكامب نو. كابتن طارق، أنت تابعت مشوار هذا اللاعب منذ أن بدأ وتغنيت به، وكان هناك فترات شك، ولكن اليوم يعود بعد 3 مباريات لم يسجل فيها ويختار التوقيت المناسب في الكامب نو ويصل إلى 253 جول. يعني في تاريخ البرصة ليس هناك لاعب مؤثر مثل لاعب ميسي بصراحة. لاعب مؤثر، والشيء الممتاز في ميسي أفضل لاعبين في العالم يا إما صانع ألعاب يا إما هداف. هو يجمع بين الاثنين، صانع ألعاب وهداف. لنا قوة اللاعب هذا، وأحسن دليل أنا تمنيت لو تعطينا إحصائية كم هي وحذر من المهاجمين، واعتقد ان مش لقاو حصيله كبيره. التركيز اليوم مركز، العالم كله ينتظر هذه الاحصائيه. الكل كان يقول متى 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 متى. انتظرناه في الكلاسيكو وكان يريد يمني الناس ان يسجل في البرنابيو. جاءت مباراه الكامب نو مع السلطة لم يسجل، ذهب الى ملعب البحر الابيض المتوسط في الميريا ولم يسجل، ثم بعد صيام 3 أيام 3 مباريات، ثم بعد ذلك الفتره الراحه التي كانت مع تواريخ الفيفا يعود اليوم ويسجل 3 أهداف. اعتقد بصراحه نقولوها اللاعب هذا، انا نقول حظه انه يلعب في البرصا، لانه البرصا لما اللاعب هذا بدايته مع المدرب جوارديولا شاهدنا اللاعب هذا لعب بجانب لاعبين كبار مثل ديكو، مثل تشافي، مثل انيستا، مثل ايتو ولهنا رونالدينيو، وتتلمذ على اللاعبين هذوما. وهم جدا اللاعب دخل في اجواء مريحه، اجواء البرصا يقدم في مستوى جيد، ولهذا يكون محظوظ ميسي انه لعب في البرصا، والبرصا محظوظه باللاعب ميسي. الان يتم الاحتفال به، ويتم المنادات عليه، وطبعا وسط تصفيقات، وبالطبع نعرف ان الذي يسجل 3 أهداف يحتفظ بالكره، ولكن واليوم هذه الكره ستكون مزدوجه، هاتريك، ولكن كرة مباراة تاريخية التي حطم فيها رقم صادق. ونقول أكثر ناس يعرفوا قيمة ميسي هم زملائه اللي لعبوا معاه، لأنه يعرف قيمة اللاعب هذا ميسي ومردود ميسي وماذا أعطى للبرصا.